أنا وصل عمري عند 30 وأنا لا أعرف ما سبب عدم التوافق بيني وبين والدتي الله يرحمها. 30 سنة، من عمر 7 سنوات إلى 30 سنة وأنا لا أعلم ما هو سبب عدم التوافق، علما أنها تثني علي وتكلفني في أشياء كبيرة جدا وتخبرني بأني كفل هذه الأشياء، لكن عندما يأتي مثلا الثناء والتقدير إخواني اللي أقل مني خدمة يحصلون على تقدير أكثر مني. فأنا صراحة وضعت خطوط عريضة تحت هذا الموضوع، الابتدائي والمتوسط والثانوي والبكالوريوس، وأنا أعاني من نفس المعاناة. إذا كنت بعيد جميل جدا، إذا قربت وجلست اختلفت الأمور، اختلت الموازين. جلست في هذا 30 سنة. بعد 30 أنا وضعت أمامي يعني حاولت أني أبحث عن المشكلة وعن الحل. صارت فيه مواقف، وأحد المواقف كلفتني والدتي الله يرحمها في موضوع يخصها هي، ولا بد أنه يحتاج إلى صبر وإلى معرفة، وتكفلت في الموضوع وأديته على أكمل وجه. لكن واحد من إخواني الله يحفظه ما يقدم إلا الشيء البسيط، فكانت تشكره وتميزه عني في أشياء كثيرة، فسألتها ما حصلت إجابة. دائما أنا اللي أقدم الأكثر لكنني أحظى في تقدير أقل. انقبلت في الماجستير وتعمقت في علم النفس وفي نظريات علم النفس وفي الأنماط، واكتشفت السر. وجدت النمطي يختلف عن نمط والدتي. السبب هناك أنماط داعمة لبعضها، وهناك أنماط متنافرة مع بعضها حتى لو لا توجد مشكلة. والفضل لله لا أنا ولا أخوتي لم توجد هناك مشكلة مع والدينا نهائيا. لكن هناك شخص أفضل حتى لو ما يقدم شيء، وهناك شخص أقل حتى لو يقدم كل شيء، وهذا ينطبق علي وعلى جميع أفراد المجتمع. بعد أني اكتشفت السر في النمط هذا نمط والدتي ونمطي إذا كانوا بعيدين عن بعض قد يحتاجوا بعض، إذا جلسوا مع بعض فترة قد يختلفون على أبسط الأسباب. فجاء يوم من الأيام وعرفت النمط وهديت الوضع وقلت خلص هذه عاد يعني الشكوى والأمر لله سبحانه وتعالى، هذا النمط. لكن إذا بعدت اتصلت علي ليش ما تجي، وينك، تأخرت علينا. أجي اليوم الأول الأمور ممتازة، بس اليوم الثاني تختلف الأمور، اليوم الثالث تختلف الأمور. تزوجت وسكنت مع والدتي، بعد شهر أو شهرين طلعت من السكن، استقليت لوحدي، لأن الأمور لا تعجبني نهائيا. المشكلة أنها لا توجد مشكلة نهائيا، مشكلة لا توجد، لكن لا يوجد توافق ولا يوجد تطابق. بعد هذا انقبلت في الدكتوراه، وبعد أني درست الدكتوراه وأصبحت معالج نفسي معروف ولي قيمتي في التخصص، إلا أنني لم أستطع حل المشكلة. استمرت المشكلة. يوم من الأيام جلسنا جلسة أسرية، وكان هناك في تشاور أو يعني موضوع أسري بين الوالدة وبين أحد القريبات، فكان هناك أمر لا يعجبني. أبديت وجهة نظري بأن الأمر هذا خطأ لوالدتي، هذا الأمر خطأ. فانفعلت وغضبت غضبا شديد، وأنا هنا تألمت ليش أو لماذا تغضب والدتي من هذا الموضوع، علما أني أنا على صح، لأن في مرحلة الدكتوراه وما بعد الدكتوراه كنت أبحث عن أني لابد أني أكون إنسان لا أقول إلا الشيء الصحيح والشيء المناسب. فتفاجأت في ردة الفعل وأزعلت والدتي وهي في عمر 80، والموضوع لا يحتمل الزعل، الموضوع طبيعي جدا، مجرد رأي. في هذه اللحظة كان أخي رحمه الله عمره في 60، هي والدتي في 80، وكان مؤهلة سادس ابتدائي موجود. بعد أنها يعني قامت والدتي ودخلت داخل سألني سؤال، قال أنت تحمل الدكتوراه في علم النفس؟ قلت صحيح. قالوا تحاول تقنع امرأة كبيرة في السن تجاوزت 80؟ قلت بنايف هذا الأمر لا بد منه، هذا هو الصح. قال اسمح لي أنك لم تستفد من دراستك. هنا صار الحدث أمامي لا بد أن يتوقف
لماذا هذا الشخص الذي لا يحمل إلا سادس ابتدائي يعني قال لي الكلام الذي لم أنسى تفاصيله، حتى ملامح وجهه إلى الآن ما أنساها من 2014. قلت كيف يا أبو نايف؟ قال إذا كنت ترغب في بر والديك وحب والديك لك، مع أنك ما أنت مقصر أنت مع أمك ولا مع أبوك الله يرحمهم ويغفر لهم، لكن لابد في العمر هذا تجاملهم، لأن الذي يعني يريد أن يعلمهم أو ينصحهم في هذا العمر قد يقع في العقوق. جاملهم فقط وأضحك من سالفتهم حتى لو لم تضحك. طبعا هذا منهجه، وكان يحظى في حب واحترام وتقدير غير عادي، علما أنه ما يعمل يعني ربع اللي أنا أسويه. هنا عرفت أن العقل وصدق النوايا اللي امتلكها أخي أبو نايف رحمه الله أكبر بكثير من المؤهل الدراسي اللي أنا أملكه. فاتخذت في هذا المنهج، ومن اليوم الثاني واجهت والدتي الله يرحمها وقلت لها تدرين أنك أمس على صح وأنا على خطأ؟ قالت نعم صحيح أنت على خطأ، لكن أنت تعاند. والله إني لم أعاند، لكن اختلاف النمط أصبح يفسر أي تجاوب وأي تصرف يعني بالرفض، وكأنك إنسان تعاند. وهذه الإشكالية اللي وقعوا فيها كثير من البشر الآن. قد يقعون في أخطاء، قد يكون هناك مثلا ابتعاد الأبناء عن أسرهم عن والديهم، قد يحرمون من برهم، قد كلها بسبب اختلاف النمط. فاتخذت في منهج أخوي اليوم الأول والثاني والثالث، وبعد الشهر الأول أو بعد الشهر الثاني ويحدث التطابق. السالفة أو يعني القصة اللي ترويها أضحك منها حتى لو ما تضحك، ترى عمرها تجاوز 80. وأيدها حتى لو الموضوع لا يحتاج تأييد. بعد أنه مضى شهرين وأنا المقرب المحبب لها، بعد أنه مضى 3 أشهر نادت لي قالت يا عبد الرحمن أنا بقول لك شيء، أنت تغيرت بعد الدكتوراه وصرت أفضل منك بكثير من أول كنت عنيد وتعاندني، لكن ترى يبي سامحك من باب الدنيا إلى باب الآخرة. فهنا المكسب الذي استفدته من أخي اللي يحمل سادس ابتدائي أكثر من استفدته من الدكتوراه في علم النفس. وبدأت قصة الحب والاحترام والتفاهم والانسيابية وعدم التعارض، وتوفت في 13/9 عام 1437. والله إن السنة الأخيرة إنها ما تستغني عني نهائيا، تكلمني في الصباح وفي المساء، بسبب أني فهمت النمط وغيرت غيرت من الأسلوب اللي عندي تغيير بسيط فقط، ما يوجد أي خلاف، فكسبت والدتي. فالآن أقول لكل من يسمعني، أحيانا أنت فيك بر، نواياك حسنة، فيك خدمة، ما عندك أي تقصير، لكن نمط أحد أبويك يختلف عن نمطك. فهنا الأرواح جنود مجندة، ما توافق منها ائتلف وما تنافر منها اختلف. وتجنيد الأرواح هي الأنماط، يتوافق أو يتطابق مع الأنماط. فعلى كل شخص إذا وجد أنه صاحب نوايا حسنة ولا عنده مشاكل ولا عنده عقوق ولا عنده سواء عقوق ظاهرة أو عقوق صامت، كفانا الله وإياكم الشر من هذا الأمر، يفترض أنه يبحث في نمطه ويبحث في نمط والديه، ويتعرف حتى أنه يوضع كل شيء مكانه، لأن الأنماط بعضها داعم لبعض وبعضها يختلف مع بعض. كذلك أضيف الذي يرغب بأن يكسب والديه لا يحاول أن يعلمهم في هذا العمر، لأن الشخصية لها مستوى معين وتكون غير قابلة للتعديل، ولا تحاول تعدل سلوكهم ولا تحاول تربيهم من جديد، حاول فقط أن تقدر اهتماماتهم وترك الباقي عليهم، فهم يقدرونك.